معروف ان المحلات العربيه كلها غاليه، لكن النهارده هنعمل تجربه $100 في بلدي. طبعا هنبدا باول حاجه قسم اللحوم. هجيب قطعتين ستيك عاملين $4.72. عشان ما عنديش وقت اتبل فراخ، فانا جبت فراخ جاهزه عامله $6.16. دلوقتي احنا في قسم زي ما تقول كده البقوليات، اللي هو بقى الرز والحاجات دي كلها. 2 مكرونه عربي من شركه عربيه. نجيب عدس. بصوا مش هتصدقوا لقيت ايه، ارز مصري فاخر فاخر بالاخر يعني. 4 فول انتاج بلدي. نجيب بقى بن العميد. 2 شاي العروسه. طبعا ما ينفعش جيم من غير بقى ايه بروتين بقى بيض. جبنا بيض للفطار. نجيب فلافل 2 صغيرين عاملين بالظبط $5. عم الناس بتعمل ايه؟ جبنه الرومي. جبنه رومي اديني على طول. $5 35. هجيب واحد خضار، واحد بالفراخ، 2 عاملين $6. طبعا انا وصلت دلوقتي عند المكان اللي فيه كل العيش اللي ممكن تتخيله، عيش جزائري مغربي مصري. وانا بجيب مناقيش دلوقتي لقيت ايه؟ لقيت فطير مشلتت، خيار مخلل. مش عارف بقى، اظن ان انا كده مليت كل حاجه. تعال نروح نحاسب ونشوف الحساب هيطلع كام. الحساب كله عامل 100.5، يعني فشلنا في التحدي في $0.5 زياده. المحلات العربيه اسعارها مش اغلى حاجه مقارنه بالمحلات الامريكيه. عربي، حاجه حلال، حاجه كويسه، منتج انت متعود عليه من صغرك. فلو عجبك التحدي قلنا ممكن نعمل تحدي ايه تاني.